ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدأ فيلمنا يلا بينا نصلي على النبي، وما تنسوليش في اللايك والاشتراك في القناة. وجايب لكم النهاردة فيلم حكاية، بس الأهم عندي تتابعوني للنهاية. وفيلمنا بيبدأ بالشاب ده وهو بيكون قاعد في الاستوديو بتاع التلفزيون، وبيقول لهم إن كل حاجة هتتغير، لأنهم قالوا لنا إن إحنا هنحصل على الأسلحة والمدينة كلها هتبقى تحت سيطرتنا زي لعبة بابجي بالظبط. فبتقول له المذيعة: هما مين اللي قالوا لكم الكلام ده؟ فبيقول لها الشاب: انا مش هقول، ولو انتوا قبضتوا عليا في 20,000 واحد غيري بيتم تدريبهم دلوقتي في شنطرة، وبمجرد ان الاسلحة هتوصل من بره هيعلنوا الحرب على الكل. فبيقول له ده من غبائكم، خلوكم زي الارهابيين وكمان مدمنين العاب الفيديو العنيفة، وانا عارف ان كل ده بيحصل من ورا المنظمة الارهابية كارتل اللي سيطرت على المدينة كلها، وطبعا من توريد الاسلحة والمخدرات والعملات المزيفة لشنطرة، وخلونا نقتل شبابنا بايدينا، ولو ما سيطرناش على الوضع ده هيخرج من ايدينا وهيحصل كمان حرب اهلية. وبيروح متاس على مصنع الاسلحة وبيجيله ساعتها مكالمة، وبيتخط من المكالمة دي، فبيسألوه: مين اللي كان بيكلمك؟ فبيقول له متاس ان سايكو رجع ميشور، وبيحكي له ان زعيم العصابة مترا كان عنده ابن اسمه ابهي، وقدم له في عيد ميلاده ال25 هدية القتل بتاعته ال50، وكان الكل متوقع ان ابهي هو اللي هيتولى اطالة باباه في يوم من الايام، لكن مترا سفره بره علشان يفضل عايش، وكل ده بسبب ان هو احتك بس بسايكو بالغلط. وبيقول له ان سايكو بقاله 5 سنين مختفي، بس دلوقتي سهر، وانا متأكد ان هو هيجي ويزورنا قريب، علشان كده لازم رجالتنا يكونوا مستعدين بالاسلحة. وبيروح عشان يشتري الخمرة، وبيسهر كمان مع الشباب في الحانة وبيحتفلوا مع بعض وبيغنوا ويرقصوا كمان. وبيرجع عشية على البيت وبينادي على قريتهم روكي علشان ياخد بنته خياتري من عندها، وبيدخل البيت يعشي بنته وبينيمها كمان على سريرها، وبيطلع يسهر هنا مع روكي قدام البيت وبيترتشوا شوية مع بعض. وبتطلع لهم خياتري وبتقول لأجي: انا حلمت ان انت جايب لي كلب صغير، ممكن تجيب لي واحد؟ فبيقول لها حاضر، وبياخدها وبيدخلوا يناموا سوا. وبيروح فيكس ومعاه كاسي في عربية اخر موديل للزعيم مترا، وبيسأل مترا فيكس: سفينتنا هتوصل امتى؟ فبيقول له فيكس: خلال 6 ايام. فبيقول له مترا: انا سمعت ان في 3 موظفين من بتوع الكمارك عرفوا معلومات على موقع السفن بتاعتنا، واحنا لازم نسلم 2000 شاب مدرب مع الاسلحة للعميل بأي تمن، لأن دي أكبر صفقة في التاريخ عصابتنا. فبيقول له فيكس: ما تقلقش، وأنا ههتم بكل حاجة ومش هيحصل أي مشكلة. فبيقول مايكل لمترا: فكر تاني، لأن سايكو ممكن يظهر ويبوظ لنا كل حاجة. فبيقول له فيكس: أنت ولا منك ولا كفاية شرك، سايكو مشي بقاله 5 سنين ومش هيرجع تاني. وبيقول له مترا: أنا اديت كلمة للعميل ومش هينفع ارجع فيها. وبيمشي فيكس وكاسي يروحوا على بيتهم، وبيخطف فيكس ال3 ضباط بتوع الكمارك وبيقتلهم بكل وحشية. وبتروح خياتري على المدرسة وبتخرج روكي علشان تروح على شغلها، فبيوقفها ساعتها طليقها وبيهددها علشان تسحب القضية اللي هي رفعها عليه. فبتقول له: مش هسحبها، لانك لازم تتعلم انك ما تمدش ايدك على اي ست تانية. فبيقول لها دي كانت لحظة غضب. فبيسمعهم ساعتها اجي بالصدفة، وبتروح روكي تقول له: بلاش تتدخل انت وتضربه علشاني، لان دي مشكلتي وانا هعرف احلها. فبيسمعها ساعتها طليقها وبيقول لها: وانت فاكراني بخاف ولا ايه؟ وبيقول له اجي: طب تعالى بقى اضربني لو راجل. وبياخدوا اجي هنا وبيدخلوا شقته وبيوري له الاسلحة والقنابل اللي عنده، وبيديله كمان بالقلم يطير له كده سنتين على الماشي، ويقول له: لو شفت وشك تاني في المنطقة دي هفكرك. وساعتها هو بيترعب وبياخد السنتين وبيمشي من سكات. وبتفرح روكي قوي فيه، وبيروح عشية على شغله في المينا، وبيدخل لمديره مرسي وبيطلب منه ان هو يكتب له جواب توصية لانه عايز ينقل بنته في مدرسة خاصة. فبيقول له المدير: من عيوني. وبيرجع عشية على البيت وهو معاه الكلب اللي بنته طلبته منه، وبتطير خياتري قوي بالسعادة. وبتقول روكي لعشية: الظاهر ان مديرك طيب قوي، علشان كده وافق ان هو يكتب لك جواب التوصية بسهولة. فبيقول لها اجي ان خياتري تبقى حفيدة مديري مرسي، لكنه ما يعرفش انا ابقى مين، ولا ان بنته كمان ماتت. وبتقول له روكي: احكي لي بقى عن المضيق. وقبل ما يحكي بتدخل عليهم خياتري وبتقول له: انا مبسوطة قوي بالكلب، والمعلمة كمان ادتني هدية النهاردة في المدرسة لانهم طلبوا مننا نكتب موضوع عن الابطال الخارقين.
وانا بصراحة كتبت عنك انت علشان انت بطلي، وطول ما انت جنبي انا حاسة بامان ومبسوطة كمان. وساعتها أجاي بيحضنها من فرحته بيها، وبيخرجوا كمان ياكلوا ايس كريم، وروكي بتكون معاهم وبيتفسحوا كمان سوا، وبتقضي روكي معظم وقتها معاهم. وبتدخل خياتري المدرسة الخاصة بعد جواب التوصية، وبتهتم روكي مع أجاي برعايتها، وبتكون خياتري مبسوطة قوي معاهم. وفي يوم بيكون عندها حفلة في المدرسة، وبتكون حزينة قوي عشان مش لاقية باباها وسط أولياء الأمور، لكن بيظهر لها فجأة وبيفرحها كمان. وبعد ما بتخلص خياتري الحفلة بتجري علشان تحضن باباها، لكن فجأة بتقع هنا وبتفقد الوعي، وأجاي بينخض عليها قوي وبياخدها بسرعة على المستشفى، وبيفحصها الدكتور وبيعمل لها التحاليل والأشعة كمان. وبيتصل أجاي على روكي علشان تجيله، فبيقول لهم الدكتور ان خياتري مصابه بخلل وراثي وتمور كمان في عضلات الحبل الشوكي، وعلاجها عباره عن حقنه واحده تكلفتها 17 مليون. فبتقول له روكي واحنا هندفع المبلغ الضخم ده منين؟ فبيقول لها الدكتور انا متفاهم قوي الوضع بتاعكم، وبيديلهم عنوان منظمه غير حكوميه بتديرها واحده زميلته اسمها ميرو، وبيقول لهم روحوا لها وهي هتساعدكم في كل حاجه. وبيرجع أجاي على البيت وهو حزين قوي وبيفضل يعيط، وبتحاول روكي تواسيه وبتقول له ما تقلقش ان شاء الله ربنا هيفرجها ونجمع الفلوس كلها، وخياتري هتكون كمان بخير. وبيتخانق مايكل مع مترا لانه سلم الشغل في منطقته لفيكس، وبيمشي وبيقول فيكس لمترا الحاويات هتوصل على المينا بكره، وهنبدأ في توزيع الأسلحة على الشباب في شنطرة. فبيقول له مترا تمام. وبيقول فيكس لمايكل انا عارف ان انت خيران مني، وما تفتكرش ان تهديدك ده هيخوفني، انا ممكن اقتلك في لحظة. وفي نفس الوقت بيتصل سواق السفينة على كاسي وبيقول لهم خفر السواحل هيقبضوا علينا. فبيقول مايكل لفيكس انا اللي سربت المعلومات، ويلا بقى وريني هتتعامل مع موظف الكمارك الامين اللي موجود في المينا، هتتعامل معاه ازاي؟ وبتوصل الحاويات على المينا وبيفتشوها ساعتها ضباط، وبيلاقوها مليانة بالسلاح والمخدرات كمان والفلوس المزيفة. وبيقول الضابط مرسي للضابط فاسو بلغ وسائل الإعلام، فبيقول له فاسو مش لازم نبلغ المسؤولين الكبار الأول؟ فبيقول له مرسي لو المسؤولين عرفوا الأول هيخطبوا علينا علشان نخفي الأمر ده، لأنهم ما يقدروا ينقلوا الحاويات زي دي عن طريق البحر عادي، أكيد نفوسهم مش شوية. وبيوصل أجاي على المينا وبيطلب من مرسي يتكلم معاه، فبيقول له مرسي تعالى لي على مكتبي. وبيشوف ساعتها أجاي الحاويات وبيوصلوا الإعلاميين، وبيتكلم مرسي عن الحاجات اللي هم لقوها في الحاويات، وبينصدم مترا قوي لما بيشوف الأخبار. وبيتصل ساعتها على فيكا وبيقول له تعالى لي حالا، وبيعرف أجاي لمرسي مشكلة خياتري، وبيقول له أنا هاخدها بكرة علشان أتواصل مع المنظمات الغير حكومية، واقدر كمان اجمع لها تمن الحقنة، وهي بصراحة عايزة تشوفك قبل ما نمشي، ممكن تيجي علشان تزورها؟ فبيقول له مرسي تمام بالليل هكون عندكم. وبيبعت العميل رجالته لمترا وبيقول له لو ما قدرتش تسلمنا الاسلحة مع الشباب في الميعاد اللي احنا اتفقنا عليه من الافضل ليك ان انت تقتل نفسك بالمسدس ده. وبتروح كاسي لمرسي المينا وبتعرفوا ان الحاويات اللي هم مسكوها بتخص فيكس، وبتطلب منه ان هو يطلق سراحهم، وفيكس هيتعامل مع الضغوط السياسية. فبيقول لها مرسي روحي وبلغيه ان انا رافض، وقولي له ان انا هتبع كل الاجراءات القانونية. وبيروح فيكس لمترا ويقول له انا مش عايزك تقلق من حاجة. فبيضربوا مترا ساعتها بالقلم قدام كل الموجودين، وبيقول له الحاويات دي لو ما خرجتش من المينا انا هقتلك. وبيمشي فيكس من المكان وهو حاسس بالاهانة، وبتتصل كاسي عليه وبتقول له مرسي رافض يتعاون معانا، فبيقول لها خلص عليه بطريقتك. فبتبعت كاسي رجالتها بالليل علشان يخلصوا على مرسي وهو خارج من مكتبه في المينا. فبيظهر لهم أجاي وبيخلص هو عليهم، وبيتصل فيكس على رجالته ومحدش ساعتها بيرد عليه. فبيتعصب ساعتها على جاسي وبيقول لها تعالي نروح نشوف ايه اللي حصل. وبيخرج مرسي من المكتب وبيلاقي أجاي مستنيه، وبيركبوا العربية وبيمشي قدامه بالموتوسيكل. وبيروح مرسي يسور خياتري وبيخفف عنها شوية، وبيروح فيكس وشاسي برجالتهم على المينا وبيقتلوا ساعتها موظفين الأمن. وبيفتح فيكس حاوياته وبيلاقي فيها رز بدل البضاعة، وساعتها هو بيتعصب وبيقول لشاسي روحي هدي لإصابة الكمارك لأن أنا مش همشي من هنا لحتى ما هو يوصل. فبتبعت شاسي الراجل بتاعها يشوفه في البيت
وهو ساعتها مش بيلاقيه، وبيقول لها فيكس اجمعي لي عمال الرافعات لانهم اكيد ساعدوه في نقل البضاعه، وبيكون اشي من ضمن عمال الرافعات. وبيروحوا رجاله فيكس يسالوا عليه في منطقته، وبيشاور لهم ساعتها طليق روكي على بيته، وبيسمعهم اشي، وبيدخل ساعتها يستأذن من مديره ويقول له استناني بس 10 دقايق وهرجع لك. ويخرج اشي من البوابه ويخلي رجاله فيكس يشوفوه علشان يمشوا وراه، وياخدهم اشي هنا على مكان مهجور، ويقول له المجرم ده تعالى معانا. فبيقول له اشي انا قابلت اصحابك من شويه وبعتهم خلاص على البحر يصطادوا سمك. وساعتها المجرم هنا بيتعصب وبيمسكه من ياقة القميص وبيحط السكينه في ظهره، وبيقول له انت هتيجي معايا ولا اعملها معاك؟ فبيقول له اشي روح اعملها انت في كامب يا حبيبي. وبيمسك السكينه منه وبيرشقها في بقه، وبيهكم كمان على الباقيين، وبيفضل يضرب فيهم كلهم بكل قوه واحد ورا التاني، وضرب فاخر من الاخر، وبيفضل يذبح فيهم زي الفراخ ومحدش منهم يقدر يلمسه، وبيخلص عليهم كلهم. واول ما بيشوف المجرم ده شيء بينخط وبيجري هنا يستخبى، وبيتصل ساعتها على شاسي وبيقول لها الله يخرب بيتك بعتينا للموت. فبتقول له هو ايه اللي بيحصل عندك؟ وهنا بتكون المفاجأة لما بيقول لها انت ما بعتناش لعامل رفع عادي، ده بيكون سايكو، ولو خرجت من هنا حي انا حاكي واقتلك. فبيقول له سايكو لا يا حبيبي ما تخافش انت كده كده مش هتخرج، وبيخلص عليه. وبتقول شاسي الفيكس ان عامل الرفع اللي رجالتنا راحوا له اسمه سايكو، انت تعرفه؟ وساعتها بيتخطى اول ما بيسمع الاسم ده، وبيفتكر لما سايكو راح لهم هو شايل بنته على كتف وهي لسه طفله، وقال لمترا انا مش هقتلك بسبب ان انا اشتغلت معاك في يوم من الايام وقبضت منك كمان مرتبي، ومن دلوقتي مش هشتغل لحساب حد وهفضل في المدينه اربي بنتي، وطول ما انت بعيد عن تجاره الاسلحه انا مش هتدخل في شغلك، لكن لو سلمت الاسلحه في يوم من الايام للشباب الصغيرين مش هسمح لك بده ابدا. وبيقول سايكو الفيكس انا عارف ان انت العقل المدبر ورا الصفقه مع المنظمه الارهابيه، لكن عايزك تعرف ان في اليوم اللي هتوصل فيه الاسلحه وتقرر كمان تسلمها للشباب اللي انا بدربهم هيكون يوم وفاتك. وبيروح تال مترا وبيقول له سايكو رجع، ومترا ساعتها بينخط، وبيروح سانترا ويقول للرجاله خليكم واخدين بالكم شويه لان شانترا خلاص ما بقتش امنه لان سايكو خلاص رجع. وبينتشر خبر رجوع سايكو في المدينه والكل بيكون مرعوب، وبيروح طليق روكي على الاسم وبيعترف للشرطيه ان هو طلب روكي وبيطلب منها ان هي تحبسه علشان يحافظ على حياته. وبيرجع سايكو على البيت وبيقول لمديره تعالى معايا مشوار، وبياخده وبيروح على بيت مترا وبيهتته هو وفيكس وبيقول لهم انا اخفيت كل الحاويات وانسوا كمان امرها، ولو حاولتم تقربوا من مرسي تاني انا مش هرحم حد فيكم، واعتبروا ان ده اخر انصار ليكم لان مش هسمح لكم تتلعبوا بحياة الشباب تاني. وبياخد مرسي ساعتها وبيمشي، وبيخاف مترا قوي وبيقول لفيكس اتصل على الكل وقول لهم ينسوا امر الحاويات وخلينا احنا نواجه كل العواقب. ويقول له فيكس انت شاطر بس تضربني قدام الناس وواقف قدامه عاملها على نفسك من الخوف، انا بقى هجيب الحاويات وحاسبك على كل اللي انت عملته معايا، ويبقى يوريني بقى سايكو هيعمل ايه. وبيطلع علشان يقول للرجاله يوقفوا سايكو، بيلاقي سايكو ساعتها خلص عليهم كلهم وبيولع كمان في عربيته وبيمشي. وساعتها فيكس بيتعصب قوي وبيقول لشاسي اعلن لي للكل ان اي حد هيعرف يجيب لي راسه هديله اللي هو يطلبه. وبيوصل سايكو ومرسي على البيت وبيقول له ما تقلقش محدش هيقدر يعمل لك حاجه تاني والحاويات هيتم ابعادها عن شانترا. وساعتها بيمشي وبتروح الدكتوره ميرو لشوانت شركه الادويه وبتطلب منه بعض الادويه للاطفال اللي حالتهم حركه وفي المرحله الاخيره، وبتقول له طيب فلوسهم على حسابي وهبقى ادفع لك بعدين. وبيقول لها شوانت سامحيني مش هقدر اطلع لك اي حاجه من غير فلوس لان علاج الضمور ده بيكلفنا كتير قوي عشان نحافظ عليه. وبينادي ساعتها على العامل مورلي وبيقول لها ان هو بقاله 8 سنين بيشتغل معانا حارس على العلاج وابنه بيعاني من الضمور وعمره ما توصل ولا طلب مننا نديله الحقنه علشان يعالج بيها ابنه، وانا مش هفتحها من هنا ورايح سبيل. فبتقول له ميرو ان ربنا هيحاسبك قوي على اللي انت بتعمله ده، وبتمشي ساعتها. وبيروح سايكو وروكي على خياتري في المنظمه بتاعت ميرو، وبتدخل ام هنا بتستغيث علشان يلحقوا بنتها، فبتدخل ميرو الطفله هنا العنايه
وبتحطها كمان على جهاز الانعاش لكن من غير فايدة علشان هي بتموت. وبيخاف سايكو قوي على بنته اكتر من كده، وبيدخل يتكلم هنا مع الدكتورة وبتقول له ان في 48 طفل زي بنتك كلهم حالتهم خطيرة، ولو ما خدوش العلاج في الوقت المناسب هيموتوا، واحنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، وبنعملها من خلال الحملات اللي على النت، واول ما بنجمع الفلوس بندي الحقنة الاول واحد من القايمة. وبيسألها سايكو هي القايمة فيها كام اسم؟ فبتقول له 329 وبنتك هي الأخيرة. وبيقول لها سايكو على كلامك كده 10 بس اللي انتوا ممكن تنقصوهم من القايمة دي كلها. وبتقول له ميرو احنا بنعمل اللي ربنا يقطرنا عليه ومفيش حاجة تانية في ايدينا. وبيمشي سايكو وهو مخنوق قوي، وبعد تفكير بيروح لمايكل يطلب منه فلوس الحقنة في مقابل مهمة أخيرة، وبيكتب له مايكل ساعتها شيك بالمبلغ كله وبيطلب منه ان هو يقتل فيكا سومترا. فبيوافق ساعتها سايكو وبياخد الشيك وبيروح يطير روكي وبيطلب منها تشتري الحقنة وتديها لبنته كمان. وبيوقف الحارس مورلي سايكو وهو ماشي وبيقول له انا ابني عنده نفس المرض بتاع بنتك، لكن الوقت ساعتها بينفس مني وبنتك لسه قدامها وقت، ممكن تسلفني الحقنة انقذ بيها ابني وهرجعها لك في الوقت المناسب. وساعتها سايكو بيكون رافض وبيمشي وبيروح كمان على البيت وبيطلب من روكي تاخد خياتري على المستشفى علشان تديها الحقنة. فبتسأله روكي جبت الفلوس دي كلها منين؟ فبيقول لها هقولك بعدين. وبيودع سايكو بنته وبيقول لروكي لو ما رجعتش خدي بالك منها. وبيروح سايكو المتاس وبيكونوا اصحاب مقربين كمان لبعض، وبيقول له سايكو انا قررت اقتل فيكا سومترا وهم عاملين اجتماع طارئ النهارده، روح هات لي مخطط الاجتماع على ما اجهز انا اسلحتي. فبيقول له تمام وبيمشي. وبيحس سايكو بالعصابه داخلين عليه المخزن علشان يقتلوه، فبيستخبى هنا قوه الشاحنه وبيخلص على ده لما بيدخل له هنا وبيخرج ويقول لهم هم وعدوكم بالفلوس مقابل راسي، وبيفضل يقتل فيهم كلهم بدون رحمه وبيخلص عليهم كلهم. وبتسأل خياتري روكي هو بابا فين دلوقتي؟ وبتقول لها عنده شوية شغل هيخلصهم ويكن على المستشفى. وبتدي ميرو الحقنة للحارس مورلي علشان يوصلها على المستشفى. وبيرجع متاس لسايكو وبيعرفوا خطة الاجتماع، وبيجهز سايكو وبيروح على مكان الاجتماع وبيضرب الحراس اللي على الباب بكل قوة واحد ورا التاني، وبيرمي عليهم كمان قنبلة دخان وبيدخل حاطط ماسكة على بقه وبيفضل يقتل في الحراس وبياخد رصاصة لكنه بيكون لابس قميص واقي ضد الرصاص. وبيقيموا الشباب المتدربين عليه وبيحاولوا كمان يضربوه لكن مش بيعرفوا. وبيكتفي سايكو هنا ان هو يخوفهم وبيسيبهم كمان يهربوا. وبيخلص سايكو هنا على مترا وحراسه وبيخدعوا فيكاس وبيهرب منه كمان. وبيتصل فيكاس عليه وبيقول له انا كنت عارف خطتك وسبتك علشان تخلص على مترا، ورجالتي دلوقتي راحوا لبنتك وحبيبتك المستشفى وفي خلال 15 دقيقة هيكونوا مخلصين عليهم. وسايكو هنا بيكون متعصب وبيقفل معاه وبيرن هنا على روكي وبتكون عاملة تليفونها سايلنت ومش بتسمعه. وبيركب ساعتها عربيته وبيوصل على المستشفى قبل رجالة فيكاس ما يوصلوا، واول ما بيوصلوا بيلاقوه في انتظارهم على الباب وبيضرب سايكو ده بكل قوة وبياخد كمان الصعق اللي معاه وبيفضل يضرب فيهم وبيصعق في كل الباقي واحد ورا التاني لحتى ما بيخلص عليهم كلهم وبيحبسهم كمان في المخزن. وبيدخل لبنته يطمن عليها وبيوصل مورلي الحقنة على المستشفى وبيبص لسايكو بنصرة عتاب وبيمشي. وبتاخد الدكتورة خياتري علشان تديها الحقنة لكن بتدخل شاسي عليها من الشباك وبتضربها وبتسرق كمان الحقنة وبتمشي. فبتنادي الدكتورة ساعتها على سايكو وبتقول له على كل حاجة حصلت. وبيخرج سايكو ورا شاسي وساعتها حالة خياتري بتسوق وبيفضل يطارد سايكو شاسي، وشاسي بتكون ذكية قوي وبترشه برصاص الفلفل على عينه وبتاخد الحقنة منه وبتهرب بعربيته. وبيتصل فيكاس على سايكو وبيفضل يضحك عليه ويقول له بلاش تضيع وقتك على الفاضي وتعالى نتكلم شوية مع بعض. وبيصرخ سايكو قوي من غضبه وبيروح له ساعتها وهو غضبان وبيقول له فيكاس بلاش تهور وانت بدل ما اتصل على شاسي وساعتها مش هترد دي هتدمر الحقنة على طول. وساعتها سايكو بيهدى وبيقدم له فيكاس المستفز ده راس مايكل على العشاء وبيقول له لو عايز الحقنة رجع لي حاوياتي. فبيقول له سايكو هو انت فاكرني خايف منك؟ انا مش هرجع حاويات لحد
والحقنة هعرف اجيبها بطريقتي. بيروح على المستشفى، واول ما بيوصل بيلاقي الصحافة ملمومة هنا، وبيدخل وهو مخطوط، وبيلاقي كذا طفل مات واهاليهم هنا بيعيطوا، وبيخاف قوي على بنته ان هي تكون من ضمنهم، لكنه بيلاقيها عايشة فبيطمن اكتر، وبياخدها ساعتها في حضنه، وبتقول له روكي بعد ما انت مشيت عانت خياتري قوي من ضيق التنفس، وهتفضل مركبه الاسطوانه هنا. وبتعيط هنا ميرو، وبتقول له ما قدرتش اعمل لهم اي حاجه. وبيبص سايكو ساعتها لاهالي الاطفال بكل حسره، وبياخد سايكو هنا ميرو وروكي ويقتحم هنا شركه الادويه، وبيفضل يضرب في الامن لحد اما بيوصل حتى لشوانت، وبيضربه هو كمان، وبياخده على مكان الادويه، لكن بيلاقيه كله فاضي. وبيظهر هنا فيكس وهو بيضحك ويقول له انا صاحب الشركه دي كلها، وكمان خفيت الحقنه من المدينه كلها، ومهما انت حاولت مش هتعرف توصل لها، لخير لما انت ترجع لي الحاويات بتاعتي. وبيتصل كمان على شاسي فيديو، وبيوري له ساعتها مرسي وبيهدده بيه، وبيديله فرصه يوم علشان يرجع له الحاويات. وبيرجع سايكو على البيت ببنته، وبتقول له روكي ما ترجع له الحاويات وتخلصنا من الليله دي، هي فيها ايه يعني؟ وانت ايه اصلا علاقتك بالناس دي؟ وبيقول لها كنت بشتغل مكرم معاهم، والحاجه الوحيده اللي كانت كويسه في حياتي هي مراتي، وقبل ما هي تموت لامت عليا ان انا بشتغل مع الناس اللي بيدوا الاسلحه للشباب وبيطمروا كمان مستقبلهم، وقبل ما وعدتها ان مش هيسمح بحاجه زي دي تحصل تاني بتكون ماتت، وعلشان كده عمري ما هرجع الحاويات واخليهم يمسكوا الشباب الاسلحه. فبتقول له امال هتعمل انت ايه؟ وبيقول لها مش عارف. وبتنادي خياتري على باباها، وبتقول له النهارده عيد ميلادي، هو انت نسيت ولا ايه؟ فبيعيط سايكو قوي، وبتقول لها روكي ان هو ما نساش ده، ومحضر لي كمان مفاجاه كبيره. فبيقول لهم سايكو يلا عشان نخرج، وبياخدهم ساعتها وبيفسحهم علشان تنبسط خياتري، لكن من جواه بيكون حزين قوي وقلبه بيتقطع علشانها. وبتتكلم الاخبار عن قتل الكيش لعدد كبير قوي من الشباب شارك في عمليه حرب، ومن ضمنهم 320 شاب من سكان شنطره. وبيكتب شاب ده رساله لامه، وبيقول لها فيها سامحيني يا امي ان انا انضميت ليهم من غير ما اعرف الحقيقه بتاعتهم، ولما قررت اسيبهم هددوني بقتلك. وبيخلص كمان على نفسه، وبيروح فيكس على مطار الطيارات الخاصه بيه، وبيسال شوانت الحقن في امان، فبيقول له شوانت ايوه طبعا وما تقلقش. فبيقول له فيكس لو حصل اي حاجه حملها كلها على طياره وسافر بيها على طول، وساعتها بيقول له ماشي. وبيطلب فيكس من مرسي يتصل على سايكو علشان يقنعه ان هو يرجع له الحاويات، وساعتها مرسي هنا بيرفض، وبيعرفوا فيكس ان خياتري بتكون حفيدته علشان يضعف شويه، لكن مرسي ساعتها بيفضل هنا رافض الموضوع، وبيقول له انت لا هتقدر تقسيني ولا تقسيها، لان لو حصل ده سايكو مش هيرحمك. وبيتضايق ساعتها فيكس منه، وبيعطه كمان من ودانه. وبيحضر ابي هنا كناسة باباه، وبيطلب من رجالته يجيبوا له سايكو وفيكس علشان ينتقم منهم هما الاتنين. وبيتصل متاس على سايكو وبيقول له ابي رجع وناوي يهجم على بيتك وبيت فيكس النهارده كمان في نفس الوقت. وبيتصل سايكو على روكي وبيقول لها خدي بنتي واخرجي من البيت علشان حياتكم دلوقتي في خطر، وانا هروح انقذ هنا فيكس علشان نعرف مكان الحقن. وبتقول له ماشي، وبتشيل هنا خياتري وبتخرج وهي معاها على التليفون، وبيقول لها سايكو ما تركبيش عربيتك، روحي على منطقة الخرطة وهتلاقي هناك عربية مركونة اركبي فيها واقفلي عليكم كويس. وبتنفذ ساعتها كلامه، وبيشوفوها هنا العصابة وبيضربوا عليها النار، لكن بتكون العربية هنا ضد الرصاص، وبتشغلها هنا روكي وبتمشي، وبيضطرتها هنا العصابة. وبيوصل سايكو لمكان حراس فيكس وبيلاقيهم كلهم مقتولين، فبياخد مكانهم وبيفضل يصطاد في رجالة ابهي. وبتتصل روكي عليه وبتقول له احنا اتحاصرنا وانا خايفة قوي، وبيقول لها سايكو ما تخافيش، وبيعرفها زرار تضغط عليه، فبيخرج هنا سلاح من العربية وبيضرب نار على العصابة، وبيفضل عدد منهم، وبيعرفها سايكو زرار تاني تضغط عليه علشان ترمي القنابل، وقبل ما تفكر فيهم بيبعتوا بيركعوا ورا وبيهجموا كمان على العربية. ولسه بيوصل متاس بيضربهم كلهم بقوة وبيخلص عليهم، وبيتصل على سايكو بيقول له جماعتك في امان. فبيقول له سايكو خدهم على البيت،
وبيخلص سايكو على رجالة ابي وبيضرب النار في الهوا، فبيصحى فيكس مخطوط وبيقول له سايكو انت لسه عايش لغاية دلوقتي علشان الحقن معاك، وخلينا ننهي كل حاجة دلوقتي، وتعالى دلوقتي على المينا في خلال ساعة ومعاك كل رجالتك، وانا هبلغك بمكان الحاويات. فبيقول فيكس لشاسي خليكي معاه، فبياخدها سايكو وبيروح على البيت وبيطلب منها تفضل واقفة بره، وبيدخل ياخد السلاح من خزنته وبيخلق لها يركبوا العربية، وبيروح فيكس على المينا برجالته وبيتصلوا على سايكو وهو مش بيرد عليهم. وفي الطريق بيفضل سايكو هنا بيخبط في العربية من ناحية شاسي لحتى ما بيخليها تفقد الوعي، وبياخدها وبيروح بيها على المطار اللي مخبيين فيه الحقن، وبيكون مورلي اللي ساعته يعرف مكانهم من خلال متعقب سعره في عربياتهم. واول ما بيشوف شوانت سايكو بيخلي الرجاله يضربوا النار عليه وبيعبوا الحقن كلها في الطيارات، وبتتحرك اول طياره وتاني طياره بيركب شوانت فيها وبيقتل سايكو المجرمين، وبيركب كمان عربيته وبيطارد طياره شوانت وبيوقفها قبل ما تطلع، وبينقذ هنا مرسي وبياخده كمان على المستشفى ومعاه الحقن، وبيلاقي متاس مستنيه هناك. وبيكون سايكو هنا متفق مع ميرو ان هي تجمع كل الاطفال المرضى علشان تديهم الحقن مره واحده، وبيديلها الحقن وبيسالها قدامكم وقت قد ايه علشان تخلصي معاهم، فبتقول له 10 دقايق، فبيقول لها تمام انا هخرج اوقفهم على ما تخلصي انتي. وبتوصل شاسي على المستشفى وبيضرب متاس نار عليها، فبيستخبى ورا العربيه وبتكلم فيكس وبتقول له سايكو خدعنا وانقذ كمان مرسي واخد الحقن على المستشفى. وبيبص فيكس وبيلاقي الحاويات هنا بتتفكر حواليه وبيتعصب ساعتها وبيقول لشاسي خليكي عندك انا جايلك حالا. وبتبدا ميرو تدي الحقن للاطفال، وبيوصل فيكس برجالته وبيسطر لهم سايكو ومتاس وبيفضلوا يضربوا النار على بعض، وبيموت عدد كبير قوي من رجاله فيكس، وبيخلص الرصاص من سايكو ومتاس كمان، وبيدخلوا دولت على المستشفى وبيقف سايكو في طريقهم وبيعتمهم العافية وبيخلص عليهم كلهم، وبيفضل يقفل في البيبان وبيدخل المجرمين من الشباك وبيسرقوا الحقن. فبيطاردهم هنا سايكو وبيفضل يضرب فيهم لحد ما بياخد منهم الحقن وبيرجعها لميرو، فبيأمر في كاس الراجل بتاعه يفكر المبنى لكنه ساعتها مش بيعرف يصور، وبيضرب متاس في اللي واقفين بره المستشفى. وبيشوف سايكو فيكس بيعمر طلقة جديدة علشان يفكر بيها المبنى، بس ساعتها بيفكر بيها عربيته وبيطير هنا فيكس في الهوا وبيقوم بيكون تايخ قوي. وبيقول مرسي الروكي خياتري صحي خليها تاخد بقى الحقنة، فبتقول له ميرو خياتري ماتت من بدري، وسايكو عارف وخاطر كمان بحياته علشان ينقذ حياة الباقيين من الأطفال مش بنته بس. وبيفضل يقتل سايكو في العصابة بكل خطب وبيفتكر بنته، وبيفضل يعيط وبيدخل أبيه المستشفى وبيطعنه، فبيدافع متاس عنه وبيمسك سايكو الرشاش وبيخلص على كل الباقيين، وبيخرجوا الأطفال بسلام، وبيخلص سايكو على فيكس وبيروح يسلم نفسه كمان وبيتسكن. وبتقرر شاسي إنها تنتقم منه وبتحط له كمان قنبله في عربيته، وبيكون متاس حاطط لها قنبله في عربيتها. وبيروح الصحفي تاني رئيس للجريده وبيقول له انا كنت متابع حياه سايكو وكتبت كمان قصه عنه ويا ريت ننشرها. وبكده بيكون خلص فيلمنا، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه.